أقل الصدقات وأعظم الصدقات هي الكلمة الطيبة، فالكلمة الطيبة صدقة. فلهذه الشخصية آلاف بل ملايين الكلمات التي ألفت بين المتباعدين وقربت وأرضت بين المتزاعلين إلى غير ذلك. فصدقة جارية وعلم ينتفع به. فهذه الشخصية شخصية أكاديمية لها من العلوم التي ألقت بظلالها على الناس، وولد صالح يدعو له. وأشد على أولاده البررة الشيخ ابن أخينا فرات قحطان والأستاذ منتظر، وهم يصرون على عقد هكذا مناسبات لإحياء مناسبة أبيهم والترحم عليه. فرحمة الله عليك يا أبا فرات، رحمة الله عليك يا أبا فرات، وأدخلك الله الجنة. ولا يفوتني أن هذه الشخصية اجتمعت فيها 4 أركان. الركن الأول كما أسلفت شخصية أكاديمية، والركن الثاني شخصية اجتماعية، والركن الثالث شخصية وسطية. فالقرآن يقول وقوله الحق وجعلناكم أمة وسطا. والركن الرابع أن هذه الشخصية جمعت بين الثقافتين الفراتية والبغدادية، فكانت ثقافته خليط من ذا وذي رحمة الله عليه. وحينما أذكر بغداد أثني على هذه العاصمة، عاصمة الخير، عاصمة العلم، عاصمة الثقافة، التي خرج من رحمها العلماء والخطباء والبلغاء والفصحاء والعظماء والقادة. ولا يفوتني قول الشاعر حول بغداد، يا أول قصيدة يقولها التاريخ بالمطلع بدا وصفق لها جمهوره، يا ليلة وألف ليلة والحديث يطول، مو حتى الحبر ما كفت بحوره، علمت الزمن يكتب الدار ودور، وعلمت الزمن كلمات دستوره، ما صار الزمن لوم الحضارة البيج، ولا وقفت على الحيطان صبوره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.